تخيل معايا حضارة كاملة كانت صامتة 1500 سنة، محدش قادر يفهم كلمة واحدة كتبها الفراعنة لحد ما حجر واحد بس فتح بوابة التاريخ كله. من 1500 سنة العالم كله كان شايف كتابات الفراعنة، بس محدش فاهم منها حرف واحد. جدران عليها رموز أشكال غريبة، عصافير، عيون، تعابين، فراخ، شموس، لكن ولا عالم على كوكب الأرض كان قادر يقرأ جملة واحدة. لحد ما في سنة 1799 جندي فرنسي كان بيحفر أساس قلعة في رشيد، وفجأة لقى حجر أسود غريب عليه 3 نصوص مكتوبة بلغات مختلفة، واللغات دي كانت هي الهيروغليفية والديموتيقية واليونانية القديمة. وهنا بدأ أكبر سباق في التاريخ. لو قدروا يترجموا النص اليوناني يبقى ممكن يفهموا بقية النصوص ويبقى عندهم قاموس يفك لغز الفراعنة. سنين من المحاولات لحد ما جه الشاب العبقري شامبليون، رجل عاشق لرموز المصريين القدماء، ويذاكر 12 لغة علشان يعرف يحلها. وفي سنة 1822 وقف قدام المجتمع العلمي وقال جملته الشهيرة: لقد أمسكت بمفتاح اللغة المصرية. تفتكروا ازاي؟ شامبليون لاحظ ان كل اسم ملك بيتكتب جوه شكل بيضاوي اسمه خرطوش، وقارن الاسم اليوناني بطليموس بالرمز في الخرطوش، وفجأة الرموز فكت وبدأ يفهم أصوات الحروف، وبدأت اللغة الهيروغليفية تتكلم من جديد بعد صمت آلاف السنين. ومن يومها اتفتحت مقابر واتقرت معابد وتعرفنا على أسرار الحضارة الأعظم في التاريخ. وبدون الحجر ده كنا لحد دلوقتي مش فاهمين 90% من اللي سابوه لنا الفراعنة.